ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ما تيجي نعمل الوراك التحفه دي، وكمان الطريقه دي تنفع للفراخ. اول حاجه جبت وراك وغسلتها كويس، بعد كده حطيتها في ميه تتسلق، وعلى الميه دي حطيت فلفل اسود وملح وبصلايه وورق لورا وحبهان. عايزين بقى تضيفوا حاجات تانية زي ما انتوا عايزين، وسبتها تتسلق. وبعد ما اتسلقت ده كان شكلها تمام. بعد كده هبتدي اعمل لها صوص. الصوص ده بيكون عباره عن صلصه وكاتشب وفلفل اسود وزعتر. لو مش عايزينها تكون مسكره بلاش تحطوا الكاتشب عشان هي تكون مسكره شويه. تمام، ونقلبه سوا. وفي صينيه بتدخل الفرن رصيت الوراك، وبدات ان انا ادهن عليها الصوص ده. تمام، عشان بس ايه يحمر. وعلى شوايه في شوايه او في الفرن هحطها عشان خاطر ايه تحمر وشها. تمام، وده كان شكلها كده، وهدخلها الفرن. وده شكلها لما طلعت من الفرن. بصوا شكلها بقى حلو ازاي. بس كده، لو عجبكم الفيديو اعملوا لايك وشير وسبسكرايب على اليوتيوب، وشوفوا باقي الفيديوهات. باي باي.